السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شيخ العطارين قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة البانيه لايف. معانا طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. مين؟ لا انت مين؟ زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الشيف خديجة. المرة اللي فاتت كانت عطارة، المرة دي هتبقى الشيف. احنا هنعمل ايه النهاردة يا خديجة؟ هنعمل خلطة البانيه، هنعملها لايف. الأول نقول المكونات بتاعتها. دي خلطة البهارات المشاوي ودي هننزلها، ومعاها سنة كركم وسنة كاري وسنة 7 بهارات علشان ندي التيست العالي بتاع جوز الطيب والكباب الصيني. تعالوا معانا الأول ننزل الخلطات دي ونشوف هنعمل ايه. حطينا ايه دلوقتي يا خديجة؟ حطينا البهارات. تاني حاجة هنحطها ايه؟ هنحط الزبادي، وادي الزبادي. يلا قلب يا جميل. وايه هنحط تاني يا خديجة؟ الليمونة، وادي عصرة الليمونة. وبعدين هنحط ايه؟ وبعدين نحط نقطتين الخل ونقلب كويس. استأذنك اهو، نقلب كله كويس كويس كده اهو. يلا قلب يا جميل كده. ما شاء الله كده. يبقى احنا عملنا الخلطه بتاعه البانيه. شويه بهارات المشاوي اللي احنا هنعملهم ان شاء الله. هعمل فيها الخلطه دلوقتي. هقول المكونات بتاعتها. سن 7 بهارات، ولو مش عايزين نحطها ممكن نزود سن الكباب الصيني وجوز الطيب. والتركه الاخيره هي كلها بتتوقف في حاجتين: يا اما اضيف معلقه عسل او اضيف معلقه الدبس رمان، ايهم الاثنين بيكفي. والتست الاخير في فركه الزعتر البلدي، او لو مفيش يبقى ممكن الاوريجامي. تعالوا بقى نجيب شويه الزعتر ونفركهم وبعدين نحط البانيه. قلبي معايا كده يا خديجه على ما نجيب الزعتر. لازم افرك الزعتر كويس علشان خاطر الريحه بتاعته تطلع. بعد اذنك كده يا خديجه اهو. كده يبقى انا عملت التتبيله كامله، ريحتها طالعه معايا ما شاء الله اللهم بارك. ايه تاني ممكن يتحط بقى يا خديجه؟ ما عادش كده هنحط الايه؟ البانيه. يلا نحط البانيه. جبنا البانيه اتغسل كويس، وبعد ما اتعمل فيه محلول النقع. اللي ما يعرفش محلول النقع، هو بيتكون من زر ورد، حبهان، الزنجبيل، ممكن عود ينسون نجمي، فص القرنفل، وبيقعد فيه حوالي ساعتين علشان يبقى بالشكل ده، ما يبقاش له ريحه الزفاره. هناخد البانيه وهنحطه في التتبيله بتاعتنا ونقلب كويس. نقلبه كويس قوي. طبعا انا مش هعرف احط ايدي، لو في البيت ممكن نقلبه بايدينا عادي مفيش اي مشاكل. الخلطه دي هتبات فيها البانيه، هيقعد فيها 24 ساعه كامله علشان خاطر يمتزج بيها ويسيب التيست بتاعه معانا. بيبقى بالشكل ده. بعد التقليب ريحه الزعتر باينه، ريحه الخل، الشاورما. ايه رايك يا شيف خديجه؟ جميل. خديجه قالت جميل، يبقى هو ما شاء الله هيبقى جميل. هنسيب لكم المكونات بتاعه محلول النقع في صندوق الوصف، والمكونات بتاعه بهارات المشاوي الفراخ. والتريك اللي احنا قلنا عليها محدش ينساها، لازم الزعتر يتفرك علشان يسيب معايا تيست حلو. نشوفكم على خير في فيديو جديد، ونقول الشيف خديجه هتعمل ايه معانا الحلقه الجايه. هتعمل ايه معانا الحلقه الجايه يا خديجه؟ ايه عايز تعمل ايه؟ نعمل كفته ولا نعمل شاورما ولا نعمل ايه؟ نعمل شاورما. خلاص الحلقه الجايه ان شاء الله استنونا نعمل شاورما. اشوفكم على خير في فيديو جديد من خلطات العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله.